كل اللي راح يكون متاح يوم الانتخاب. اذا مشكور. عندي سيد الوزير احنا درنا 6. بسم الله الرحمن الرحيم. هي في الحقيقة وزارة الاتصال لا تراقب ما له علاقة بالعملية الانتخابية. كل ما في الأمر أن الوزارة وضعت تحت تصرف الصحفيين الوطنيين والأجانب كل الإمكانيات اللازمة، و90% منها بالمجان لفائدة الصحفيين والإعلاميين بصفة عامة. واليوم في هذه اللحظات احنا دشنا بشكل رسمي المركز الدولي للصحافة، ولاحظتم أنه يتوفر على أكثر من 150 جهاز كمبيوتر موصولين بالإنترنت عالية الدقة، وموصولين بوكالة الأنباء الجزائرية بعديد اللغات، باللغة العربية، باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية، وباللغة الإسبانية، إذن بعديد اللغات. وكانت بعض الخطوط الإخبارية يعني متاحة للمشتركين فقط، ولكن هذه المرة وضعناها بالمجان لفائدة الصحفيين. أضف إلى ذلك وضعنا العديد من الأجهزة يعني للتركيب والأنفوغرافيا، فضلا عن العديد من الاستوديوهات، أكثر من 6 استوديوهات كما لاحظتم معنا. والاستوديو السابع هو استوديو مغلق لمن أراد أن يجري يعني مقابلات صحفية في استوديو مغلق. ولأول مرة ندخل إلى الخدمة استوديو بكاميرات روبو، يعني لا نحتاج إلى كاميرامان يعني مصورين على الكاميرا، وإنما لأول مرة تدخل إلى الخدمة في الجزائر كاميرا روبو، وهذا يعني كله لفائدة الصحفيين.